سلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير. ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه صالون ومطبخ آية. اليوم غنحضر معكم ميني كيك بمكونات اللي جد بسيطه واقتصاديه واللي كيجيو كذلك هشاش ورطبين وسهلين في التحضير وكذلك بمذاق البرتقال. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزو المكونات على بركة الله. المكونات اللي جد اقتصادية اللي كنحتاجو فيها: 2 حبات بيض، كأس ديال عصير البرتقال، كأس ديال السكر سنيدة، كأس إلا ربع ديال الزيت النباتية الكل بعبر كأس العنبة. كنحتاجو كذلك رشة ملح، 2 أكياس من خميرة الحلويات فئة 8 غرام، ثم كيس من الفاني، ثم الدقيق. غندوزو الطريقة على بركة الله. أول حاجة كنجيب كأس الخلاط الكهربائي، أو ممكن تستعملوا كذلك الضرب الكهربائي أو كذلك الضرب اليدوي. كنستعمل فيه 2 حبات بيض اللي الحجم ديالهم متوسط واخدين درجة حرارة المطبخ. كنضيف كذلك كأس ديال السكر سنيدة ثم رشة ملح وكنضرب العناصر جيدا. من بعد ما ضربت العناصر كنضيف كذلك كأس ديال الزيت النباتية ردفته في الأول، ثم كأس ديال عصير البرتقال، ثم كنضرب الكل من جديد. من بعد ما ضربت الكل هنا كنضيف كيس من الفاني. من الاحسن تضيفوه في المرحله الاولى اللي ضفتو فيها السكر، انا خليته حتى الاخر. ثم كنضرب الكل من جديد. ضروري ما نضربوا العناصر جيدا باش نحصلوا على قوام بهذا الشكل هذا. مباشره من بعد ما وضعت الخليط في الاناء اللي غنحضر فيه الكيك كنجيب واحد الشبيكه ثم كنغربل الكميه الاولى ديال الدقيق. من بعد ما غربلتها كندخلها بالضراب اليدوي جيدا، ثم كنغربل ما تبقى من الدقيق. المجموع اللي استعملت انا هنا ديال الدقيق بالضبط 220 غرام ديال الدقيق، يعني ما يعادل 2 كؤوس عبر كأس العنبة اللي كيكونوا عامرين مزيان. ثم كنضيف كذلك 2 اكياس من خميرة الحلويات. من بعد ما ضربت الكل هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، قوام بهذا الشكل هذا. مباشرة في هذه الاثناء كنجيب ليمون اللي الحجم ديالهم صغير اللي دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق ووضعتهم في هذه اللاطه كما كتلاحظوا الشكل ديالهم. هذه المرحله حضرتها مسبقا. ثم كنجيب واحد المغرفه اللي كيتهز ليا نفس العبار كما كتلاحظوا الشكل ديالها. ثم كنفرغ كميه في ليمون كما كتلاحظوا، ما كنملأهمش جيدا، فقط تقريبا ما كنوصلش النصف كما كتلاحظوا الشكل ديالهم. كنبقى مستمره حتى كنملأهم كاملين. ثم مباشره كنجيب اللوز افيلي. انا بالنسبه ليا غنزينهم من الاول في المرحله الاولى من قبل ما ندخلهم الفرن. ممكن تعتمدوا هذه المرحله او ممكن تعتمدوها حتى الاخر عاد تحضروا التزيين ديالكم. من بعد ما كملتهم مباشره كندخلهم الفرن اللي شعلته على درجه حراره 180 حتى كيتحمروا من الاسفل وينتفخوا. عاد كنكمل لهم الطياب ديالهم من فوق. من بعد ما خرجتهم من الفرن كما كتلاحظوا الشكل ديالهم واللون اللي كيجي رائع، خليتهم حتى دفاو شويه. هنا كنقرب لكم واحده باش تلاحظوا الشكل ديالهم، كيجيو ذهبيين محمرين الحجم ديالهم كذلك. مباشره في هذه الاثناء كنجيب مربى المشماش اللي كندهنهم من الفوق فقط غير باش يعطيهم واحد اللمعه وكذلك واحد الشكل اللي كيجيهم مزيان. ممكن كذلك تدهنوهم بالعسل او الناباج، كيبقى لكم اختيار. او ممكن الا خليتو تزين حتى الاخر دهنوهم بالمربى او العسل او الناباج وتستعملوا اي حاجه بغيتو تزينوا بها لي ميني كيك ديالكم. من بعد ما كملتهم كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كذلك حتى الكميه اللي تعطاتني هنا غنقرب لكم واحده كما كتلاحظوا اللوز ايفيلي اللي زينتهم من الاول. الحجم ديالهم اللي كيجي منتفخ، كيجيو رطبين، كذلك اللون ديالهم اللي كيجي ذهبي. داك عصير البرتقال اللي وضعنا فيهم اللي كيعطيهم واحد المذاق وواحد اللون من الداخل اللي كيجي اكثر من هائل. كما كتلاحظوا في التقطيع كيجيو هشاش، كيجيو رطبين، كذلك من الداخل كيجيو اسفنجيين. الحجم ديالهم اللي كيجي طالع. كنتمنى فعلا تجربوهم لان كيجيو رائعين بمذاق عصير البرتقال. كذلك كما كتلاحظوا حضرناهم بمكونات اللي جيت بسيطه واقتصاديين وكذلك سهلين في التحضير. كنتمنى فعلا هاد ميني كيك اللي شاركت معكم اليوم تجربوهم، ولا جربتوهم تردوا عليا في التعليقات. وكذلك إذا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع الأهل والأحباب. وشكرا لكم، مع السلامة، إلى فيديو آخر بإذن الله.